حزين على نفسي وعلى قلبي وعلى روحي وعلى شقى عمري في الغربة وسنين اللي ضاعت وحياتي وولادي وزوجتي وكل ما ليا في الدنيا. أنا خسرت كل شيء. دي كانت مشكلة شاب بعتها، مشكلة حقيقية من واقع الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع حكاوي تسنيم، قصص حقيقية من واقع الحياة اللي احنا بنقولها وبنتعلمها علشان نشوف حل لكل مشكلة. الشاب ده بيحكي وبيقول ان هو متجوز ومخلف وعنده 46 سنة وشغال في دولة خليجية محترمة وبيقبض راتب كويس قوي، والحمد لله عايش مستقر وعايش في امان ومرتاح نفسيا. المهم على مر الزمان عنده 3 أولاد، ولدين وبنت من زوجته الإنسانة المحترمة الخلوقة اللي كان بيعتبرها كل حاجة ليه في دنيته. الراجل ده بيقولك أنا كل شقة عمري ببعته على زوجتي دي أول بأول، على أساس إن هي بتحوش لنا في البنك وكده وبتظبط في شقتنا وفي بيتنا واشترنا بيت جديد، وكل ما أملك ملك إيديها لأن أنا مؤتمنها على عرضي وعلى شرفي وعلى كرامتي وعلى حياتي كلها. المهم بيقول على مر السنين وانا نازل كان في راجل كبير في السن تحت ساكن في الدور الارضي اللي قدام بيتنا. المهم الراجل ده كنا عارفني راجل على قد حاله وغلبان، كنت كل ما بنزل من السفر اروح ازوره بحكم ان احنا جيران واقعد معاه شويه واتكلم معاه واديله اللي فيه النصيب. الراجل ده لف الزمن ودار، وفي يوم وانا نازل اجازه رحت برضه ان انا ازوره واعيد عليه واكلمه. الراجل ده لقيته بيقول لي حاجة غريبة قوي، يا ابني هي زوجتك ليها اخ هنا في البلد؟ قال له لا يا حاج، ده هي من محافظة غير المحافظة واصلا ملهاش اخوات صبيان، هما كل الحكاية ان هما بنتين مع بعض. قال له يا ابني في واحد وما تزعلش مني بيجي عند زوجتك هنا كل يوم ما بدون انقطاع، بيفضل بالثلاث 4 5 ساعات، بيفضل فوق في البيت وبعد كده بيروح. قال له ازاي؟ قال له مش عارف يا ابني، انا سألتها حتى قلت لها انت محتاجة اي مساعدة في حاجة عندك في البيت؟ قالت لا والله ده اخويا وبيجي يقعد معايا بالكام ساعة كده وبيشتغل قريب من هنا، بيجي ياكل لقمة بغسل له هدومه ومش عارفة ايه وبيمشي، لانه شغال معانا هنا في نفس البلد. بقول يا ابني فانا قلت برضه اسألك. الراجل اداني الكلمتين حسيت بنار جوايا، مبقتش عارف اعمل ايه. قال لي يا ابني بس هقولك على حاجة علشان برضه ما تظلمش مراتك ولا تظلم نفسك. قلت له قول يا حاج. قال لي ركب كاميرات وما تخونش مراتك واصبر لحد ما تلاقي دليل قاطع على ان في اي شيء، علشان برضو ما تظلمش بنت الناس وتبين ان انت بتشك فيها. وفعلا قلت ماشي، قلت اخدها وداها عند اهلها في المحافظة التانية 2 ولا 3 تغير جو، وفعلا وديتها. ده كل القصة باختصار يا جماعة لان القصة هو كاتبها طويلة جدا. المهم بقول خدتها قلتها تقعدي عند اهلك 2 3. قلت جبت ناس متخصصة ركبولي كاميرات في كل الشقة تمام، وظبطت الدنيا وخليت الكاميرات كلها مخفية بحيث محدش يعرف اي حاجة، وخليت الكاميرات كلها متصلة بتليفوني. بل بعد 2 3 جبتها. طبعا طول ما انا موجود الشهرين اللي بجيهم اجازة من البلد من بره بقعدهم عندي في البيت، يعني ما بتجيبش اي حد خالص، هي مجرد ان والدتها واختها التانية بيجوا يزوروها يقعدوا معانا يوم ولا حاجة طول اليوم، وببعت عربية مخصوص بتوصلهم. ويشهد ربنا علي ان انا عمري ما قصرت مع امها واختها في اي شيء، حتى اختها مخطوبة انا اللي مجهزها تقريبا، انا اللي مجهزها لان هم ناس على قد حالهم ووالدهم متوفي، فربنا شهد علي عمري ما قصرت معاها، وبقول يعتبر بنتي الصغيرة وبجهزها لله. المهم لف الشهرين بتوعي وسافرت، اتأكدت ان الكاميرات متظبطة والدنيا متظبطة وكله متصل على تليفوني. سافرت اديتها الامان للمرة التانية وقلت اما اشوف. عدى يوم و2 و3 بعد ما سافرت وجيت بفتح وبقلب في الكاميرات، لقيت مراتي مع شاب غريب في البيت عندي على سريري في غرفة نومي وفي حمامي ولابس هدومي، بيعملوا علاقات كاملة مع بعض بالساعة، علاقات كاملة مع بعض في كل حاجة، عايشة معاه كأنه أنا. تتخيلوا عايشة معاه كأنه أنا ما بقتش عارف أتحرك إزاي، أصبحت كالمجنون، بقيت أكسر كل حاجة في الأوضة بتاعتي في السكن. بجد تعبت اتخنقت، ما بقتش قادرة أشوف إن دي مراتي اللي كنت بأتمنها على عرضي على شرفي على كرامتي، دي مراتي في حضن واحد تاني وأنا مش قادرة إن أنا أعمل أي شيء.
قفلت الموبايل، بس بعد ما سجلت الاول كان فيديو عشان اثبت حقي. جيت تاني يوم حجزت ونزلت البلد ودخلت عليها، وكان هو معاها كمان في البيت، لان هو بيقدر يروح بيقعد بالخمس ست ساعات فعلا زي ما الحاج الكبير دوت قال لي. لقيته معاها في البيت، قلت لها مين ده؟ قالت لي ده كان جاي يصلح البوتاجاز. وفعلا مشى، بس انا عرفت هو مين كويس قوي، وجبت اخباره كلها وعرفت كل حاجة عنه. المصيبة السوداء ان انا خدت عيالي، قلت لازم اكشف على عيالي دول اشوفهم ولاد مين. وفعلا اخدت 3 اولاد ورحت مستشفى كبيرة متخصصة. سألت قلت عايزة اعمل تحليل DNA علشان اشوف الدنيا فيها ايه. دخلت المستشفى وعملت التحليل، وفعلا اول ولد اللي هو الكبير لقيته مش ابني. انهارت وبكيت وقلت يا رب عوضني في الاتنين التانيين يكون خير يا رب. الولد التاني عملنا التحليل مش ابني، قلت يا رب عوضني في البنت يا رب. عملنا التحليل للبنت طلعت مش بنتي. صعقت بجد، انا صعقت لدرجة ان انا فقدت الوعي واغمى عليا وما عدتش حسيت بالدنيا وكأني في عالم تاني. المهم لما فقت الدكتور قال لي يا ابني ال3 عيال مش عيالك. طب اعملي فحوصات يا دكتور، انا عايزه اشوف الدنيا فيها معايا ايه. وفعلا عمل لي فحوصات. المصيبه الاكبر ان انا فعلا طلع عندي مشكله في الخلفه، وكنت محتاج علاج علشان اقدر ان انا اخلف، مع ان انا يعني متجوز طبيعي جدا وانسان طبيعي جدا في العلاقه مفيش اي مشاكل. بس الدكتور قال لي بالمشكله اللي عندك دي مستحيل كنت تخلف غير لما كنت تتعالج. بس بعد فوات الاوان ولادي ال3 اللي بقوا مش ولادي في غمضة عين، اقول لهم ايه؟ اعملهم ازاي؟ الولاد صعبانين عليا، ولادي حب عمري اللي كنت بشقى وبشتغل وبطحن في نفسي في غربتي علشان خاطرهم هم يطلعوا مش ولادي ال3. مش عارف اكمل ازاي، مش عارف اعيش، مش عارف اكون انسان للمرة التانية. زوجتي خدت الفيديوهات اللي كانت معايا ورفعت عليها قضية زنا، قضية ان هي قتلتني في مشاعري وفي حياتي وفي كرامتي وفي شرفي، وفعلا رفعت عليها قضايا. بس ولادي مش عارف اعمل فيهم ايه، اكمل معاهم على انهم ولادي واسيبهم، ولا اديهم لامهم، ولا اعمل ايه؟ انا مش عارف. يا ريت تنصحوني يا شباب، يا ريت حد يسمع شكوتي ويقول لي اعمل ايه، اكمل مع ولادي ولا اسيبهم؟ بس مع ذلك هم مش هينين عليا، مش عايز اذلهم لحد، لان انا عشت طول عمري كله ليهم هم وتحت رجليهم. يا ريت تنصحوني بجد. دي كان ملخص المشكلة بتاعت الشاب ده، وهي عبرة لمن لا يعتبر بجد. فكل واحد يخلي باله، كل واحد يتقي ربنا، كل واحدة تتقي ربنا في جوزها وفي غربته. حرام والله العظيم اللي بيحصل. دي كانت مشكلة الشاب ده يا بنات ويا شباب. فيا ريت اللي يقدر ينصح بكلمة حلوة بدون تجريح أرجوكم يكتب ويقول له يعمل ايه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله. ويا ريت ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان كل مشكلة تقابلني ان شاء الله يا رب العالمين وتتبعت لي اعمل لكم بيها فيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي امان الله.